انت عارفة ان طول عمرك بتعملي المكرونة بالبشاميل غلط؟ لا، وتستخدمي لها كيلو لحمة وكيلو مكرونة و2 كيلو لبن وتحطيها في الفرن وبيض وموتزاريلا وحاجات كده كتيرة قوي عشان تطلع مكرونة بشاميل. واليوم اللي بنعمل فيه مكرونة بشاميل بيدفع فيه فلوس قد كده عشان تبقى كريمي ويبقى طعمها حلو ولذيذة وغرقانة في اللحمة. تيجي اقولك بقى ازاي تعملي مكرونه بشاميل من غير ولا بيض ولا موتزاريلا، وهتعمليها بتلت كيلو لحمه والصينيه اللي انت شفتيها دي وكيلو وربع لبن بس، وهتبقى كريمي وكلها شاربه طعم اللحمه واخداها وطعمها حلو جدا جدا جدا، وهتطلع لك يا ستي قطع مش جوسي. اول حاجه هتحطي حله على النار، حطي ميه لغايه ما تغلي ونزلي فيها نوع المكرونه السباكيتي او المكرونه البنه اللي هي الاقلام، وخليها تستوي 3/4 ساويه كده. في نفس الصينيه بقى اللي هنعمل فيها المكرونه البشاميل هنزل فيها معلقتين زيت وتلت كيلو لحمه مفرومه عاديه جدا بدهنها، سيبها لغايه ما تاخد اللون الرمادي كده، واحاول افككها بالمعلقه الخشب او الاسباتيولا عشان خاطر لما بتستوي لو احنا سيبناها بنفس الشكل ده هتكلكع زي ما هي، فانا بحاول افكها. هنحط ايه التوابل عليها؟ ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، خلنجان ده هاتوه من العطار، في ناس كتير قوي طلعت مش عارفاه، شطه، بابريكا. وهنزل عليها طبعا البصل اللي انا عملته يعني قطعته صغير جدا، واحط عليها معلقتين من الصلصه طبعا بديله من عصير الطماطم. معلقتين من الصلصه هتديها طعم وهتديها شكل حلو جدا. هنسيبها تتقلب كلها كده مع بعضها حوالي 10 دقايق. شايفين في نفس الصينيه مش هتستخدمي مواعين كتير. الناس يوم المكرونه بشاميل ده انا بشوف المطبخ كله غرقان مواعين، لا تعالى اقولك ازاي هتوفريها كمان في المواعين مش بس في المكونات. هنقلبهم كلهم كويس جدا وهنسيبهم حوالي 10 دقايق بكتير على نار وسط، ما تعليش النار لغايه ما تاخد اللون اللي قدامك ده. سيبيها وهاتي بقى نفس الحله اللي كنا بنسلق فيها المكرونه، بعد ما فضيناها تحطي فيها 5 مكعبات من الزبده او السمنه او الزيت. انا احلى حاجه بحب اعمل بيها هي الزبده، وهنزل عليها اول ما تسيح. ما تسيبهاش تسيح خالص عشان لو سبتيها تسيح خالص هتاخد اللون البني ده. اول ما تصفر كده نزلي عليها 5 معالق من الدقيق. مش هتحطي، في ناس بتحط كوبايتين دقيق، انتوا متخيلين كوبايتين دقيق ليه يا جماعه؟ هو احنا هنعمل كيكه؟ 5 معالق دقيق بالظبط على 5 مكعبات من الزبده او السمنه او الزيت، وكل معلقه سمنه معلقه دقيق. هتنزلي عليه لغايه ما يتشوح كله مع بعضه وهياخد الشكل ده عشان خاطر يبقى قوام البشاميل قوام وسط، لا كريمي ولا مكلكع وتقيل. بعد كده هنزل عليه كيلو وربع من اللبن القشطه بتاعته، هنقلبهم كلهم كويس جدا مع بعض، وهننزل عليهم التوابل، معلقه من الملح، معلقه من البابريكا عشان ياخد لون كده محمر شويه، وطبعا عايزينه سبايسي فانا هحط عليه شطه، ونحط عليه فلفل اسود والسبع بهارات. الناس بتقول طب البشاميل كده هيغمق من الفلفل الاسود نحط عليه فلفل ابيض، انا ما بحبش الفلفل الابيض خالص، طعم الفلفل الاسود احلى. وكمان كده كده هيتحط مع المكرونه، ايه المشكله يعني ان البشاميل لونه يغمق سنه؟ وهتقلبيه لغايه ما كله يندمج مع بعضه، وهتخلي النار واطيه مش عاليه عشان هيشيط منك وفي نفس الوقت هيكلكع. وقلبيه كده و10 دقايق على نار هاديه هيوصل القوام الوسط زي ما انتم شايفين. لا محتاجين موتزاريلا ولا محتاجين بيض ولا محتاجين اي نوع من انواع الجبن، وتقدروا تاكلوه حتى كده بالمعلقه، يعني طعمه خطير. في حاجة هنا نسيتها، المفروض ان انا بقلب اللحمة المفرومة مع المكرونة مع شوية من البشاميل بنزلهم في الصينية، وبعد كده بنزل بقية البشاميل. بس للأسف الجزء ده ما اتصورش، وكنت فاكرة ان هو بيتصور، بس دي اهم خطوة. بعد كده بنحطه على البوتاجاز لمدة 10 دقايق على البوتاجاز مش الفرن، وبعد كده بنزلها الشواية لمدة 3 دقايق وتسيبيها تبرد حوالي ربع ساعة نص ساعة عشان خاطر الناس اللي ما بتحبهاش جوسي كده سايحة مع بعضها، ناس بتحبها قطع. سيبيها حوالي ربع ساعة او نص ساعة تهدى حاجة بسيطة، وبعد كده ابدأي قطعيها هتطلع معاكي حلوة جدا. اسفة جدا للجزء اللي ما اتصورش، بس انا كنت فاكرة ان هو بيتصور وهو فعلا اهم خطوة. هعيدها لكم تاني. هي بنحط المكرونة على اللحمة المفرومة في نفس الصينية وبننزل عليهم نص البشاميل، بتقلبيهم كويس جدا وبعد كده تفرديهم في الصينية وتنزلي عليهم بقية البشاميل من فوق، وتخليها على البوتاجاز لمدة 10 دقايق 12 دقيقة، وهتاكلوها وهتبقى حلوة جدا 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 وبألف هنا شفا. ما تنسوش تكتبوا لي دعوة حلوة في الكومنتات وصلوا على النبي وقولوا لي اللي جربها سواء جوسي او سواء القطع كده كانت عاجباه ولا لا. ايه فاروق.